عيني باردة على النادي الاهلي. انا بحسد عمالين يجيبوا في صفقات. فلوس قد ايه، فروع قد ايه، لعيبة قد ايه، موارد قد ايه، كل حاجة قد ايه. ولكن النقطة الوحيدة اللي هي مستفزاني او مضايقاني بجد، ان الاهلي اول لما يخبط على اي نادي يقول له تن تن تن، او يرن الجرس تيت، يقول له انا عايز اللاعب الفلاني، يقول له اتفضل. شفتوا السلاسة؟ انا عمري في حياتي ما شفت نادي بيرفض يبيع لعيبة للاهلي، او مثلا نادي بيغلي على الاهلي يقول له مثلا اللي بجنيه ب100. ودي برضو من الحاجات اللي ايه فيها حاجة ريحتها وحشة، وهي ايه؟ ان الزمالك عايز لاعب، يا لهوي، لا والله اصل احنا مش فاضيين، والله بص اصل هو يعني في يناير عدي علينا، بص في الصيف اصل النادي عارض اكتر. دايما مؤخرا بقيت بحس ان الانديه بتخاف تبيع اللعيبه للزمالك، في حاجه بتحصل غلط. ودايما اي نادي الاهلي عايز منه لاعب، اتفضل امرا وطاعه. هل ده عادي؟ مش عارف. هل دي الكره المصريه اللي بقى النادي الاهلي متحكم بشكل كبير جدا في بعض الانديه، في انديه بعينها انديه خاصه الاهلي ياخد منه ويديله، ياخد منه ويديله، ياخد منه ويديله، خد وبص انا مش هبيع للزمالك ليه؟ اصل كابتن بيبو ممكن يزعل مني ويتقمص، وهكذا وحكايات محدش عارف لها حد. بس المهم الزمالك القيد موقوف، وعندنا مشاكل ومصايب، وما عندناش لعيبه، ولعيبه بتفسخ عقود، ولعيبه ليها مستحقات، والارض راحت، وعمالين نخسر ومش عارفين نعمل ايه، ولا ندفع ولا مديونات ولا نجيب صفقات ولا اي حاجه. اما الاهلي ما عندهمش مشكله واحده، مثلا حنفيه في النادي بايظه، حنفيه جوه التواليت بتاع النادي بايظه مثلا. لايك وشير وفولو، وجهة نظر، كومنتات، وفولو انت تشوفني، مهم جدا جدا. سلام.